اليوم حنجرب اغرب 5 منتجات جبتهم من على النت ونشوف هل منهم فايدة ولا لا. خلينا نبلش باول منتج وهلا بقولكم شو. بسم الله، خلينا نفتح العلبة وهذا شكل المنتج. وطبعا في معه بالعلبة بطاريات. الصراحة احسن شيء انه بطارياتها معها مشان ما نتلبك بالقصة. يلا معي. طيب يا جماعة، هون معنا كيس مفتوح وما بنعرف كيف نسكره، فبنجيب هي وبعدين بنبلش نسكر الكيس. بسم الله. ما تسكر. وطبعا غلطت انا اني ما استنيتها لحتى تسخن، فهلا سخنت. خلينا نجربها. الحمد لله هالمرة تسكر الكيس والمنتج طلع منه فايدة. ونجي بقى للمنتج الثاني واللي هي المروحة اللي دائما بتطلع لنا على السوشيال ميديا. وبسم الله خلينا نفتح العلبة ونشوف شو فيها المروحة وجوا كيس وهي. ومعروفة هي المروحة انه هواها بارد كتير كتير، وبعد ما حطينا فيها مي هلا خلينا نوصل. اشتغلت والهواء طلع فيها بارد، ولكن ما مثل ما كنت متوقع. يعني طلعت مروحة عادية وبقيمة بانه منها فايدة. ونجي هلا للمنتج الثالث يا جماعة، خلينا نشوف شو هذا. الله 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 يا جماعة عليك، شو معنا هون؟ بعد ايدك يا زلمة، يا زلمة بعد ايدك. منتج تحية لعبود المصور. طبعا يا جماعة هلا بدنا نفهم شو هذا الاختراع، خلينا نشوف. يا جماعة هلا رايحين نشوف المنتج الجديد. بسم الله. شو باختصار يا جماعة، هذا المنتج إذا كان الواحد ماشي معصب بيصفقه هيك. خلص أنا هيك صرت مروق. طبعا يا جماعة هذا المنتج ما كتير مفيد، بس أنا بقيمه 7 من 10 لأنه الصراحة كتير مسلي. هلا يا جماعة نجي للمنتج الرابع واللي هو عصارة معجون أسنان. طبعا يا جماعة خلينا هلا نجربها. مفروض إنك بتحط المعجون هيك، بتحط فرشاة أسنان، تكبس. الله الله يا سلام. اختراع فاشل بقيمه 0 من 10 لانه الصراحه فيك تعصر معجون الاسنان بايدك، فبس هيك. في بقى للمنتج الخامس، هذا معنا اغرب منتج جبته اليوم. خلينا نفتحه بسكينتها الاسطوريه. بسم الله. وطبعا اكيد كلكم وضح معكم شو هذا المنتج، يلا خلينا نجربه. طبعا يا جماعه هي نتيجه هذا المنتج. بعد يا زلمه. وطبعا ما إلكم عن كميه الهيبه والثقه بالنفس لما تنزلوا فيه على الشارع. وبما انه المنتج شوي بيضحك فقررت اعطيه 7 من 10. وبس هيك بنكون خلصنا. لا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو هو اكثر منتج عجبكم بفيديو اليوم.